السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. اخباركم ايه؟ كنت تعبانه قوي بقالي كام يوم فما عملتش اي فيديوهات. طبعا ارتحتوا مني طبعا. آه بص، النهارده ان شاء الله هعمل لكم كام فيديو لان انا حاسه ان انا بقيت كويسه النهارده شويه، فقلت ايه هزهقكم مني شويه. تمام. هنبدا بشويه مشتريات صغيرين كده انا جبتهم. آه الفيديو ان شاء الله لا يتعدى دقيقتين او ثلاثه. النهارده هعمل لكم شويه فيديوهات حلوه، كل ما تشوفوا الطقم ده اعرفوا ان انا هعمل لكم فيديوهات حلوه. تمام. بصوا، اول مشترياتي للاستحمام الفرشه دي. طبعا الفرشه دي مهمه جدا جدا. ايه رايكم دخلت في الموضوع على طول من غير ما اقعد بقى الف واعجن زي كل مره؟ الفرشه دي يا جماعه للظهر، بنستعملها للظهر. بتبقى حلوه جدا جدا. شفتوا لسه تعبانه ازاي؟ بتعمل سكراب للظهر، ريفريش كده للظهر، تحس ان ظهرك نضف. لان طبعا ايدك مش بتطول، ايه، لان انت ايد مش ايد اخطبوط طبعا، فانت ايدك مش هتطول ظهرك، دي معروف. فلازم تشتري الفرشه دي عندك. دي انا لسه شاريها جديد، لسه شايله الكيس بتاعها بس، والله لسه ما استعملتهاش. نضيفه نضيف. استعملت قصدي اشتريت دي كمان. طبعا دي يا جماعه طالعه من ايام، يعني من اول ما احنا ابتدينا كده العنايه بجسمنا وشعرنا وقفانا وكل دوت. دي كانت طلعت. دي يا جماعه لها 4 حروف. دي بعملها للضوافر، دي لكعب رجلي، دي ده بعمل بيها هنا. وممكن ركبي، الاماكن مثلا اللي هي ايه، وش رجلي. دي برضو لكعب الرجل. تمام. والله يعني ايه، انا اهم حاجه جايباها عشان دي، يعني دول مش مهمين قوي. دي بتنفذني قوي قوي قوي. ايه الدليل ان انا بحب دول؟ ايه الدليل؟ ان انا عندي دي، بصوا، يعني بقت البقاء لله. يعني بصوا عامله ازاي، الوش ده راح والوش ده راح والوش ده راح، هو بقى دي وكمان ايه، 3/4 الشعر اللي فيها وقع. تمام. ودي طبعا برضو الوش ده راح واتبقت الوش ده، وطبعا فيها حوالي 5 شعرات هنا. دي بقى ايه، نشفت بقى، معرفش ايه اللي حصل لها، فبقت بتخربش. فطبعا دول هنعمل فيهم ايه، بنرميهم كده. طيب جبت ايه تاني؟ جبت القطرات دول. طبعا انتوا عارفين انا عيني حساسه شويه، فانا عندي زي جفاف عين كده، فبجيب قطرات على طول على طول، قطرات وكده. دي هتقولي لي ما انت عامله عليها فيديو. لا. بصوا دي اهو، اللي كنت بكلمكم عليهم دول كده فتحتهم استعملتهم. فنخليهم هنا لان انا ايه، ببقى دايما عايزه استوك كده لحاجات معينه يا جماعه، حاجات معينه بحس ان انا يعني ايه، من غيرها اموت. من غيرها فعلا هتاثر. هبقى للأسوأ. فانا جبت دول. معلش يا جماعه اصل البتاع مهم. بص، دي اسمها تيرز جارد. تيرز جارد طبعا قلت لكم عليها قبل كده. ودي اسمها ايه، تراي ليرج او ليرج، حاجه كده يعني، ماشي، عشان احنا في الانجليزي تعليم مجاني احنا عارفين طبعا. ماشي. جبت برضو المناديل الوايبس دي، طبعا استعملتها بس كم مره بس عشان ايه، ما بقاش كدابه، ريحتها تقرف يعني، بس ايه قادره بنستعملها. بعمل بيها ايه مثلا؟ ممكن يا جماعه مثلا، بصوا الاول شكلها، ده شكلها. يا رب تكونوا شفتوها عشان ما تشتروهاش. بس دي بتفيدني ايه، ممكن أنا امسح بيها شوز. بجد ما هزرش. ممكن امسح بيها ده، امسح بيها ترابيزه، امسح بيها اي حاجه ايه مش عايزه. ما انا لازم استعملها، ما انا مش هاخدها كده. وساعات لو انا في الشارع مثلا في اي مشوار مثلا، ايدي جت على اي حاجه كده كده، بقوم جايه عامله بيها نظافه بس. لكن هي ايه يعني شغاله، بس هي ايه ريحتها مستفزه بالنسبه لي شويه. واشتريت من الصيدليه فيتامين د، اللي هو قلت لكم عليه اسمه دافا ليندي. دافا ليندي 10000. باخد قد ايه؟ ممكن مثلا لو انا كده مصحصحه لنفسي ممكن اخد كل يوم قرص ب 10000، لان انا عندي نقص فيتامين د. انت لو ما عندكيش نقص مش مهم تاخديه. تمام. او مش هتاخديه بالجرعه اللي انا باخدها. ساعات بنسى مثلا اخد يومين او 3، بقوم جايه واخده قرصين. ليه؟ لان انا اصلا اختي دكتوره، فانا ايه بشورها في حاجات معينه. فما تعمليش زيي. لازم تستشيري حد. لازم يكون في دكتور في عندك، دكتور حلاق، المهم ان انت تستشيري حد وخلاص. فبالنسبه لي دوت حلو برده. اشتريته قبل كده طبعا معاكم وخلص، ان باخده انا وماما، باخده انا وماما، انا وماما، عشان ما حدش يقول لي هو لحق يخلص. والله خلص. طيب يا جماعه، مش انا حاسه ان انا تعبانه، اقول لي الف سلامه بجد، والله تعبانه جدا. ايه تاني؟ ده انا بعون الله بعون الله قررت ان انا اعمل دايت للمره السبعه وكام، 67 مثلا. حد يقول لي لا انت مش محتاجه، يعني الحمد لله ما عمر ما حد قال لي اعملي دايت انت مثلا تخينه او كده. بس انا ايه عايزه ابقى رفيعه خالص. فالمهم ايه، بعت انا اختي في السعوديه يعني، فقلت لها ابعتي لي السكر. هو اسمه ايه؟ اسمه ستيفيانا. بص،
بصوا يا جماعه، النوع ده طبعا جميل جدا جدا، اما بحطه على اي مشروب مش بحس ان الدنيا بقى وحشه وان هو عامل. عارفين مصطلح اسمه دلع او عادب؟ هو ساعات بيخلي الشاي عامل كده. الشاي غريب كده، في حاجه غريبه في الشاي، ايه هي انا ما اعرفش. فجربت طبعا من هنا عبوه صفرا كده يا جماعه، تلاقيكم عارفين اسمه بس نسيت اسمه يعني. فما عجبنيش، بحس ان هو مش بيسكر قوي، مش بيظبط طعم الحاجه. طعمه بيغير طعم الحاجه، طعم الشاي او القهوه او الكوفي ميكس او اي حاجه انا بشربها، اليانسون حتى. فده بصراحه ما لقيتش فيه الحكايه دي، لقيته حلو بصراحه. هو طبعا يلا بقى، ما هو ايه، ما هي يعني الدنيا بقى باظت. بصوا، هو تقريبا في 50 عبوه او 30 عبوه، والله بقى مش قادره اجيب البتاع يعني ايه. وده من السعوديه، كنت بجيبه ب 15 ريال، وكان بيحصل عليه عروض دايما، كان دايما عليه عروض، كنت بجيبه ب 10 او ب 11 في العروض، يعني مش كتير قوي يعني. هو دلوقتي في الاخر، قبل ما انا اسيب السعوديه، كان وصل ل 18 ريال. تمام. هنجيبه ازاي؟ هنقول لناس في السعوديه يجيبوه لنا بفلوس. مفيش حاجه تروح تقول لواحد ولا لواحده ولا اي حد صاحبتك في السعوديه والنبي هاتي لي كذا، ما ينفعش يا جماعه. انا ما عشت في السعوديه، شفت ناس كتيره تعبانه، ناس تعبانه، ما نقعدش نقعد نقول ايه ده في السعوديه وعايشين. لا يا جماعه، الدنيا مش سهله زي ما انتم بتشوفوهم بعد ما رجعوا. فهم في اشيك حالاتهم، في احسن حالاتهم، في كده يعني. لا الدنيا صعبه هناك، في ناس تعبانه جدا جدا هناك فعلا. 15 ريال لو انت ضربتهم بالمصري هيطلعوا تقريبا 1000 ونص. ايه 1000 ونص ولا 150؟ اقسم بالله انا لسانس اداب اجتماع والله، بس انا في الحساب قذره. فبصوا يا جماعه يعني ايه، حاولوا لو هتجيبوا عندكم حد ماشي، اطلبوا منه حاجات مثلا ممكن تبقى اصليه من السعوديه وادفعوا يا جماعه، لان الدنيا والله هناك مش سهله زي ما انتم فاكرين، ومش وردي زي ما انتم فاكرين. فانا قلت لاختي تبعت لي، طبعا مش هدفع لاختي، انا بقول لكم كده بس. لا ما بهزرش، طبعا لاختي مش هدفع يعني، اختي براءه. اصلا لو انا قلت لها خدي حقه ممكن تخاصمني اصلا. فقولوا لحد معرفه يا جماعه يبعت لكم، ده حلو جدا جدا، بيخلي طعم الحاجه زي ما هو. ممكن تستخدمي نص الكيس او الكيس يعني في مرتين. حلو جدا جدا يعني، انا ما حسيتش ان هو بيبوظ طعم الحاجه وبيسكر حلو الكلام ده كله. اتكلمت كتير على السكر برضه، رغيت برضه. طيب كده خلصت اغلبيه الحاجه، نخش بقى في المكياج. رحت اشتريت، كنت معديه والله، مش رايحه مخصوص يعني، عندي كميه روجات فظيعه وانتوا شفتوا تسريح. جبت دي مخمريه. طبعا جيت افتحها، من ساعه ما جبتها مش راضيه تتفتح. والله وشكوا حلو، والله وشكوا حلو، اتفتحت. يعني كنت جربتها هناك عند واحده، كانت في واحده ستوك كده جميله جدا جدا يا جماعه، دي ريحتها والله العظيم جباره جباره يعني. فاهمه؟ الله حلوه جدا جدا. هو مكتوب عليها مسك الطهارة، مش عارفة ازاي يعني، بس هي في الأصل ومكتوب عليها مخمرية للشعر. طبعا أنا أستعملها للشعر بس؟ لا طبعا، أنا بستعملها لكل حاجة، شعري وبشرتي وإيديا وكل حاجة. أنا واكلة سمك، واكلة، اتغديت بالذات بعد الفراخ والسمك، أنا عندي فوبيا من الحاجات دي. أقعد بقى أحط كتير. بصوا اللمعة اللي عملتها، بصوا يا شباب دي شكلها. طبعا يا جماعه ايه، في حاجات مش بقربها للكاميرا قوي، لان في حاجات، الحاجات دي ماليه المحلات، فانت ممكن جدا ما تلاقيهاش، خاصه لو انت من محافظه تانية او من مكان تاني او من بلد تاني او في الفرع التاني اللي انا جبت منه ده، ممكن ما تلاقيهاش. فاهماني؟ ففي حاجات كتيره جميله قوي، بس بوريكم انا اشتريت ايه. اشتريت كمان الليب جلاس ده، حلو جدا جدا برضو، حبيته يعني. وجبت ده كمان برضو ليب جلاس، ده من اسمه ايه، اسمه ديزار تقريبا، دي الماركه اللي هي معروفه دي. طب بس شوف، عشان حطيت المخمريه فمش راضي يفتح. بصوا، مع ان انا حاطه روج، المفروض ما احطش عليه انا يعني ايه. بس ايه، بستهبل يعني. على فكره من ضمن الحاجات، انا ما بحبش الليب جلاس، بس اللي هو سخافه بقى، اللي هو لازم اشتريه وخلاص. جبت برضو التنت ده يا جماعه بيفكرنا بالايام الايام القذره. فاهمين؟ كان يعني ده كنت جايباه ب 10 جنيه، يعني جايباه من 10 جنيه ب 10 جنيه من حوالي اسبوع تقريبا يعني. والله العظيم يا جماعه بيحط حلو، ولونه داخل على اورنج كده، فساعات بحطه وانا خارجه الصبح، بيبقى خفيف، حاجات خفيفه كده حلوه يعني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده يعني. هو بصوا يعني، هو مش هتستفيدوا قوي، انا بقول لكم بس انا اشتريت ايه يعني، هي مش ما فيهوش افاده قوي. تمام. استنوا بقى الفيديو الجاي، فظيع يا جماعه فظيع، والله مش عارفه هنزل انهي واحد الاول يعني. بس بجد الفيديو الجاي هيبقى حلو قوي قوي. هقول لكم عن مفضلاتي للبشره وهيعجبكم، او مفضلات بسيطه مش كتير، عشان ايه ما نتوهش والكلام ده. جماعه بجد انا تعبانه جدا، بعد اذنكم حطوا لايك، علقوا تعليق حلو، اكتبوا نقد بناء،
قولوا لي الله واو ايه الحاجات الحلوه اللي انت جايباها دي، او ايه الحاجات الوحشه اللي انت جايباها دي، اي حاجه يعني تحسسني ان انتم موجودين في الفيديو. لو انتوا وصلت المرحله دي في الفيديو اعملوا لايك بليز وعرفوني ان الفيديو وصل لكم. ماشي، يلا مع السلامه. انتظروا الجديد، انتظروا مفاجآت. باي باي.